صبح يا نجم. احنا في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق ما بين الفانكشن والميثود. تمام، ويعني ايه اصلا فانكشن ويعني ايه ميثود. طيب يعني ايه فانكشن؟ الفانكشن دي زي آلة صغيرة في البرنامج بتديها inputs او مدخلات معينة وتطلع منها outputs او مخرجات معينة. الهدف منها تسهيل حياتك، وان الحاجات اللي انت المعقدة او البسيطة اللي انت بتكررها كتير تستخدم فيها الفانكشن. تخيل مثلا ان عندك فانكشن اسمها add، الوظيفة بتاعتها انها تجمع رقمين وتديك نتيجة. فانت هيبقى عندك فانكشن بتديها رقم وبتديها رقم ترجع لك مجموع الرقمين. يعني كأن انا عندي صندوق بدخل جواه رقمين بطلع منه المجموع بتاع الرقمين دول. طيب لما تحب تستخدمها هتكتبها ازاي؟ لو هتستخدم البايثون فانت بتقول ان الناتج بيساوي الرقمين 3 و5 هدخلهم جوه الصندوق. تمام، وبعدين اقول له اعمل لي برنت او اطبع لي على الشاشة النتيجة بتاعة الرقمين دول اللي هو الحاجة اللي هتطلع من الصندوق بتاعي. فانا لو استخدمت الرقم 5 والرقم 3 فانا هيطلع لي 8، وهو ده اللي هيحصل فعلا. ودي فكرة الفانكشن، اي حاجة بتحتاج تعملها كذا مرة او عملية بتتكرر كتير بتحطها في فانكشن عشان توفر وقتك. طيب يعني ايه ميثود؟ الميثود هي فانكشن، يعني الميثود هي برضو فانكشن. انت اصلا ممكن تقول فانكشن او ميثود، محدش هيقولك ان ده غلط. بس يعني من باب العلم بالشيء هو في فرق بسيط جدا ما بينهم. الميثود برضو فانكشن، بس الفرق انها بتكون مربوطة بأوبجكت معين. يعني لازم يبقى عندك اوبجكت عشان تستخدم الميثود اللي عليه. لو هنرجع لمثال اسمه سوبر فرخة، اللي هو عندنا بيبقى ليها methods زي ان هي تجري او ان هي تهز باولو منتج يا باولو. شجرة، لو او ان هي مثلا تعمل اي اكشن معين. دي كلها امثلة لميثودز لانهم مرتبطين بشخصية معينة او اوبجكت معين. لو عايز تفهم ال OOP والاوبجكت او الاوبجكت اورينتد بروجرامينج اكتر، في فيديو على الشانل بيشرح ال OOP بامثلة بسيطة. فمن الاخر الميثود هي فانكشن بس بتكون تابعة لاوبجكت معينة. خلينا ناخد مثلا مثال. تخيل ان عندنا كلاس او فئة او اوبجكت بتمثل فرخة. الفرخة دي عندها ميثود اسمها run بتخلي الفرخة تجري. تمام، فانت بتعمل كلاس وجوه الكلاس دوت بتديله بتعمل جواه ميثود بقى مش فانكشن ان الفرخة بتجري بسرعة. ولما تحب تستخدمها بتعمل اوبجكت من الكلاس اللي هو اسمه chicken وبعدين بننادي على الميثود. هنا run هي الميثود لانها مرتبطة بالتشيكن اللي لونها ابيض، يعني لازم يكون عندنا تشيكن اصلا عشان نقدر ننادي على run. الفرق ما بين الفانكشن والميثود باختصار: الفانكشن ممكن تناديها لوحدها زي ما بنعمل في العمليات الحسابية. الميثود لازم تكون مربوطة بأوبجكت معين وتعمل حاجة خاصة بالأوبجكت ده. فمثلا add هي فانكشن لكن run بتاعة الفرخة هي ميثود لأنها متعلقة بالفرخة نفسها. بس كده تكون فهمت الفرق ما بين الفانكشن والميثود، والموضوع بسيط. الفيديو خلص. سلام.